كتير مننا بيسمع عن مصطلح دراسات الجدوى، وناس كتيرة جدا بتحتاجها، سواء كانوا ناس ماليين او ناس مش ماليين عشان خاطر يعملوا المشروع بتاعهم. في الكورس ده هنتعلم يعني ايه دراسات جدوى، وعلى اي اساس بنحسب الجدوى الماليه لاي مشروع. انا بشوف هل المشروع ده مجدي ان انا استثمر فيه او لا. انا عايز يا بنك تديني فلوس عشان خاطر امول المشروع ده، اقول لك فين دراسه الجدوى بتاعتي. الكومبيتيتيف انفايرمنت اللي جوه السوق، هل الناس هيسمحوا لي ان انا اتنافس معاهم ولا هيطردوني؟ فري كاش فلو معناها المشروع ده بيدخل لي فلوس او لا. طب هو في مشروع ممكن يكون ما بيدخلش فلوس، ممكن يكون ما بيدخلش فلوس. كاش بيزنس ده معناه ان انا بعت ولميت. الاكروال بيزنس انا بعت وسجلت البيعه بس مش شرط اكون لميت. الكلام بقى كتير اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، ايه رايكم نطبقه على الاكسل؟ الويتد افريج كوست اوف كابيتال او تكلفه راس المال بتساوي حاجه من الاثنين، الكوست اوف ايكويتي والكوست اوف ديت. بقارن ما بين الفلوس اللي انا صرفتها دلوقتي وما بين الفلوس اللي هتجيلي قدام بس بالقيمه بتاعتها دلوقتي. اكون معاكم ان شاء الله في الكورس ده ايه محسن، دايركتور فيزابيليتي ستاديز في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منصه كارير 108.